أطلب الإفراج عني وتنفيذ حكم البراءة، أو يعدمون النيابة الجزائية الذي رافضة تفرج عني. اتقوا الله، اليوم دنيا بكرة آخرة. 8 سنة مسجون أنا اللي دمرت أنا في السجن. لا يعدمون. أريد كل من يشاهد هذا الفيديو يشاهد له الأخير، يشاهد كلام السجين المظلوم ياسين عبود، وبعدين يطرح رأيه بس بالفيديو هذا. وإذا أراد يشاركه لينال الأجر والثواب عند الله تعالى يشاركه. يا رجال هذا مظلوم داخل السجن 8 سنين. شاهدوا إيش قال. يا أما يطلق سراحي يا أما الميدان الديني. من قهر ومن غل، والله وجع قلبي لما سمعته. شاهدوا الفيديو بعد اطرحوا رأيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خواتم مباركة وكل عام وأنتم بخير. إخواني وأصدقائي ومتابعيني جميعا، حفظكم الله أينما كنتم. أنا السجين ياسين عبد محمد صالح عبود من أبناء مدينة زبيد، مسجون في السجن المركزي محافظة الحديدة لي 8 سنوات. ظلم باطل وقهر الرجال. حكمت المحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة المتمثلة بعدالة 3 قضاة ببراءتي وإطلاق سراحي فورا قبل 1 وشهرين. وإلى يومنا هذا لم يتم الإفراج عني وتنفيذ حكم البراءة الصادر من محكمة استئناف الجزائية المتخصصة المتمثلة بعدالة 3 قضاة الذي حكموا ببراءتي وإطلاق سراحي فورا، كوني بريء، كوني مظلوم، كوني لا أدري بهذه القضية ولا لي أي صلة بهذه القضية. خلاص أنا يكفينا سجن، شبعت سجن، شبعت ظلم، شبعت باطل، وشبعت قرار رجال. كنا تعبان وحالتي يعلم بها رب العالمين. الآن آخر كلامي، يا يفرجون عني يا يعدمونا ونلتقي أنا وياهم عند رب العالمين. أنا مشتيش حياة في السجن، تعبت أنا في السجن. يا الإفراج عن ياسين عبد محمد صالح عبود إطلاق سراحه كونه مظلوم وبريء، يا تنفيذ الإعدام تعدموه. مشتيش حياة عندنا، الحياة هناك عند ربي، نلتقي عند ربي أنا وأنتم. الحياة فانية والبقاء لله وحده هناك أمام صعب المحكمة الربانية. أنا مشتيش حياة في السجن عاد، حابسنا في السجن مثل ابن عجاه، مثل مشوهه 8 سنين وأنا ولا داري بحاجة الله، والكل يتفرج علي ويتسمع، ولا كأنه في حاجة من مسؤولين وقيادة المحافظة وغيرها ومشايخ وأبطال، ولا منهم أي فايدة. يتفرجون بس، عملون تفرجوا بس، يتفرجوا على الظلم والباطل وقهر الرجال. احنا في شهر عظيم، احنا في شهر كريم، احنا في شهر رمضان. اقسم بالله العلي العظيم الباري الرحيم جبار السماوات والارض حشار الظالمين. الله يهلكنا والله يدمرنا، والله لا فرج همي ولا يسر امري، والله يبتلينا في جسدي بمرض لا له شفاء ولا له دواء. اننا مسجون لي 8 سنوات وانا مظلوم ولا داري بحاجه الله، وليس لي اي صله بهذه القضيه حتى شيء واحد منه. وانا قلتها عده مرات واقولها الان امامكم. الذي ما عندي حاجه والذي يدعي علي انه ما عندي شيء أو شاهد زور حتى ضدي، بقول أنا في ذمة الشاهد، يتحمل ذمته عادي. حكم البراءة يلتغى وأنا راضي، ونفذوا حكم الإعدام علي طبيعي. لكن أنا مسجون ظلم ولا أنا داري بحاجة الله، يكفينا ظلم. أنا تعبان، أنا تعبان يا أمة محمد. خلاص أنا الآن مطلبي الإفراج عني وتنفيذ حكم البراءة كوني بريء. أنا مسجون ما بيش حتى شاهد زور علي. هذه الله قال في كتابه بشاهدين عدلين حتى إن كانوا زور. أنا ما بيش، أنا ما سويتش حاجة ولا سويت القضية. ربي يعلم من 7 سماوات وهذا الشهر العظيم إننا بريء ولا أدري بحاجة الله. أطلب الإفراج عني وتنفيذ حكم البراءة، أو يعدمون النيابة الجزائية الذي رافضة تفرج عني. تعدمنا تتحمل جميع أمام ربي، نلتقي هناك أمام صاحب المحكمة الربانية قاضي السماوات والأرض هناك. الحياة هنا فانية والبقاء لله وحده. أنت يا مسؤول، أنت يا قاضي، أنت يا مدير، أنت يا وزير، أنت كل شخص بصفته ومسؤوليته أمام الله هناك. الحياة هنا كلنا ضيوف، ولا تصدق انك فلان بن فلان، ولا كلنا بايكين في قطه بيضاء، وادم قطه بيضاء احيانا يبلك يا جارك. اتقوا الله، اليوم دنيا بكره اخره. 8 سنة مسجون انا اللي دمرت انا في السجن، منو ما عندي حاجه الله. انا اطلب الافراج عني وتنفيذ حكم البراءه، او الافراج عني بالضمان التجاري كون النيابه مستأنفة الحكم ضدي امام المحكمه العليا. اليوم لي 1 سنة وشويه ولا ابو لي اي خبر، ولا فاصلنا من العليا ولا حاجه الله. محبوس مثل ابن عجه داخل السجن، مثل مشوه دلونا ودمرونا، لا صغير ولا كبير. اتقوا الله، ما بعرق نفسي في السجن على هيب نفسي، لا تحملوا دميهن اللي حبسونا، يتحملوا دمي. يا الافراج عني يا يعدمونا، هذا اخر كلامي. يا افراج عني يا يعدمونا ونلتقي عند رب العالمين قاضي السماوات والارض. انا مشيش حبس عاد، انا اندليت وتعبرت وتدمرت وهتنت في السجن ذا. اتقوا الله. وانا اطلب من كل شخص يمني في الداخل وفي الخارج، من كل مسؤول، من كل شيخ، من كل آكل، من كل قاضي، أن يشارك هذا الفيديو. أن يشارك هذا الفيديو لك أجر كبير عند الله. أسألك برب السماوات والأرض وهذا القرآن، من يشاهد هذا الفيديو أن يشاركه، ما بيخسرك حاجة. يا يفرقوا أني يا يأدمونا، نلتقي عند رب العالمين قاضي السماوات والأرض. أطلب من كل إعلامي، من كل مشهور، من كل شخص يؤمن بالله ورسوله. أنا اليوم مسجون ظلم وأنت تتفرج على الظلم، شيتي دورك، شيتي يومك، إذا لما توقف وتنصر المظلوم. قال تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. أمر رباني،
أمر من ربي، وأنا مظلم في بلادي، مسجون في بلادي 8 سنوات، وأتمنى أن أكون رمضان وأنا عند أمي وعند أهلي وإخواني وأصدقائي وأحبابي. منو ما عندي حاجة؟ اللي ما عندي حاجة يا أخي تفضل يا أخي، واجي هنا أمام العدالة وشرع الله علي. مسجون كذا كذا خلاص، مسجون خلاص، محبوس فيها ومحكوم براءة وخلاص، هذه سنة وقليل، ما هو لشو مني أنت عارف نفس السجن، تحملوا دمي. احنا في شهر عظيم، يعني شهر رمضان، اليوم 20 رمضان ليالي الجمعة 21 رمضان 21/3/2025. اتقوا الله بيني، اتقوا الله، أنا إنسان مظلوم بريء بريء كما بريء الذئب من دم سيدنا يوسف عليه السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأشكر كل من وقف معي وساندنا ونشر وشارك الفيديوهات حقي وساعدنا بكل شيء، وكل ما طلبته وكل ما احتجته أنت مأجور عند الله. في إنسان مسجون ظلم له 8 سنوات، والشاهد ربي الله يزلزلنا ويزلزل روحي إننا ما ندري بحاجة الله حتى 1%. حرام الظلم. قد ما تعبان بدينا جلطة، ما بش أدرك ريك في لك في ما بش أد. خلاص يا أمة محمد يا أخي خارجونا يا أدمونا يا أخي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.